ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين في هذه الأجواء الرياضية الجميلة من خلال هذا الاستديو المصاحب لهذه البطولة أو هذه الدورة الخليجية الثالثة التي تقام في دولة الكويت الحبيبة. ضيفنا العزيز اللي دائما ينورنا في تلفزيون الكويت في القناة الرياضية، الإعلامي المتميز صدام السهلي. أبو علي، صبحك الله بالخير وحيا الله منيان ونور مكانك. حياك الله، رحب فيك عبد الله، وسعيد بعودتك اعلام الرياضي. ممكن فتره ما طلعنا مع بعض، لكن فتره اخيره الله يحفظك تواجد، وسعيد بالتواجد اليوم معكم بالاستديو. شاكر لكم على هذه الدعوه. يحفظك يا رب ان شاء الله، واحنا نسعد لما نشوف الاعلاميين المتميزين يكونوا معنا في الاستديو. بدايه شلون شفت الاجواء من خلال الفتره اللي فاتت في البطوله وهذه الدوره؟ والله بدايه طبعا نرحب بكافه الاشقاء في مشاريع دوره الالعاب الخليجيه الثالثه. يعني ممكن هذه الدوره كانت استثنائيه نوعا ما بسبب ظروف التاجيل تمت مرتين او ثلاث، لكن اليوم انطلقت الالعاب. اليوم احنا في اليوم الرابع ما شاء الله. بدا حتى سلم الترتيب يبين بحرين، الكويت ودول الخليج الاخرى والتنافس. صحيح. بدا قاعد نشوف الحين في وسائل الاعلام حصول لاعبين دول مجلس التعاون الخليجي والمشاركين على الميداليات سواء ذهبيه فضيه برونزيه. اجواء تنافسيه امانه، يعني شفنا حتى ايضا حضور جماهيري. اعتقد كل المنتخبات وصلت للكويت. يعني كان ايضا هناك سلاسه من الاخوان في العلاقات العامه في اللجنه الاولمبيه. جميل. العاملين المتطوعين ايضا يشكرون على القائمين. يعني الحمد لله كل الفرق وصلت، وراحت الفنادق وراحت ملاعب التدريب. ما كان هناك شكاوي يعني من كافه المشاركين في هذه الدوره. اليوم انت تستضيف 16 لعبه. انا اتكلم عن 16 اتحاد، بالاضافه ل 12 منشاه، بالاضافه الى اكثر من 8 او 9 فنادق، بالاضافه الى 1880 لاعب ما شاء الله مشاركين في هذه الدوره. تحتاج هذه